بارتيسيبي. عرفنا براسك السي محمود، عرف الجمهور المغربي. محمود ناعم مواليد 1986 مدينة مراكش. أول انطلاقة ديالي كانت في الرياضة، وكانت الغنى عندي هواية. خويا محمود ناعم، واش تتخيل راسك فنان مغربي وتقدر تعطي الأغنية المغربية شي حاجة؟ أي مغني كيحلم بهذه القضية، وأي مغني بدا من الصفر. يعني أي واحد يقدر يدير، إذا كان عنده الطموح، عنده الدعم، يقدر يدير. وكي تعرف الجماعة محمود ناعم كاين بعض شي فنانات تيحاربوك. قال لك خوك في الحرفة عدوك، عادي، هذه مسألة عادية. بالنسبة للجديد انت اللي كنتي عارف الجميع تكتب لهم كلمات وتعطيهم سيناريو وتعطيهم كتابة الكلمات. فهمتي، وفي اخر المطاف تيخرجوا الاغنية ديالك اللي كاتبها وسهران عليها ومعتب عليها، تلقاها في محلات اخرين تتغنى. شنو هو الاحساس ديالك اخويا محمود؟ الاحساس انك كتفرح، وبنفس الوقت كتقول انه ما كانش الدعم انك باش تكون انت هو مول هذيك الاغنيه. وبالنسبه لهذوك الناس يلقاو شي دعم بطبيعه الحال من منين؟ ربما يكون من عند شي جهات اللي يعني كيساعدوا مزيان كيتوسطوا لهم. وكي تعرف محمود ناعم، واش عندك شي جديد بغيتي تخرجو؟ ان شاء الله. وخويا محمود ناعم، كتعرف الجميع انه تلاحتي لهذا الشيء تاع افلام قصيره وهذاك سميتو افلام قصيره، وتلاحتي هاد المقالب وهذاك الشيء. شنو هو الاحساس ديالك؟ الجميع تيقول محمود ناعم تيزيد يتطور بزاف تيقبط الاخراج. كاين افلام قصيره. اول فيلم قصير ان شاء الله غادي نطلقوه قبل رمضان ولا في رمضان بالضبط، وفيلم غيكون زوين ان شاء الله، وفيلم يعني مقتطف من الواقع ديالنا، وغيكون واحد القضيه انه الفيلم غيكون يعني ممثل في 4 مدن ان شاء الله. يمكن لك تذكرهم لنا خويا محمود ولا؟ خلي تيشوفوا الناس. المهم اول مدينه كاينه اصيله وكاينه سبته. اش تقول لهذوك المغنيين اللي تيحاربوك محمود؟ والله ديما خلق، هادشي بغيت نقول. باقي بينك وبينهم عداوه؟ لا ما شوف، انا ما عندي عداوه. هما تيحاربوك. انا ما عندي عداوه مع حتى شي حد، ما والو، وكل واحد الله يسهل عليه، هذا ما كان. وبالنسبه للناس اللي مخروا لك كلمات ديالك والعقل ديالك؟ عادي، مسألة عادية، وهادي الله يسهل على كل واحد. ديما كنقول انا القضية. راك تعرف محمود ناعم السويت ديالتو، لا شومبر ديالو، شي كلمه للجمهور ديالك محمود؟ ان شاء الله ترقبوا الجديد، لا في الافلام ولا في الاغاني ان شاء الله. وغيكون واحد الفيلم اللي زوين، نبغوكم تتابعونا وديروا لنا ابوني. ان شاء الله يكون فيلم في المستوى وعبره ان شاء الله.